باختصار ده احد تطبيقات الاستثمار الشهيره جدا. مش عايز اذكر اسمه عشان خاطر محدش يقول ان انا بعمل له دعايه، انا فعلا ماليش اي علاقه بيه. بس انا بستعمله، هو استخدامه الصراحه سهل جدا. طيب هو هيسالني شويه اسئله، هو بيعمل زي استقصاء عشان يعرف يحدد لي بناء على الاسئله دي او الاجابات بتاعتي انا هستثمر فلوسي ازاي، او هو يرشح لي احسن طريقه ان انا استثمر بيها فلوسي. فعندنا مثلا اول سؤال: انت هدفك ايه؟ فانا هدفي ان انا اكبر الراس مالي، جرو ماي ماني، وفي بروتكت ماي ماني اللي هو احمي فلوسي، وفي انا مش عارف. فهناخدها كده ايه بالراحه كده. اول حاجه. تاني سؤال: هل انا مستريح في الاستثمار، ولا انا مش نص نص، ولا انا مش مستريح؟ فانا هجاوب واقول ان انا مستريح، انا اقدر اتحمل التحركات العنيفة للأسهم صعودا ونزولا. في حد تاني ممكن ما يبقاش يستحمل، فممكن يجاوب يقول ايه: لا انا افضل حاجة ما فيهاش طلوع ونزول كتير. طيب السؤال الثالث: هل انت مستعد ان انت تستغنى عن الفلوس دي، او مستغني عن الفلوس دي في خلال سنة؟ فانا برضو اجابتي هتبقى نعم. في اجابة لا انا هحتاج الفلوس، وفي اجابة ثالثة انا لسه مش عارف. طيب هو دلوقتي بيبني الاستراتيجية. طيب هو عمل لي الاستراتيجية، قسمها لي 70% صناديق استثمار في أسهم، 20% استثمار في صناديق عائد ثابت اللي هي بتستثمر في أذون الخزانة، و10% في صناديق الذهب. طيب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ زي ما انتوا شايفين أنا هعدل شوية، هقلل العائد الثابت وهزود في الأسهم، خليتها 80% بدل 70%، وقللت العائد الثابت خليته 10% بدل من 20%. وهنا هو بيفترض ان انا هستثمر 5000 جنيه في الشهر عشان يقول لي المتوقع قد ايه. طيب هنا هو بيقول لي المتوقع لو كنت استثمرت 5000 جنيه في الشهر من 2020 ل 2025 كان اجمالي استثماراتك هيبقى 300000 جنيه، وكان هيبقى اجمالي محفظتك النهاردة قيمتها 900000 جنيه، قيمة زيادة حوالي 202%. وعامل لك هو في الجراف الفلوس اللي انت حطيتها اللي هي توتال انفستمنتس مقابل قيمة المحفظة بتاعتك كانت هتبقى قد ايه. ده بالميكس اللي انا عملته اللي هو 80 10 10. هنجرب ميكس تاني دلوقتي، هنحافظ على كل المتغيرات التانية، هقلل الاعتماد على الأسهم، وهزود الاعتماد دلوقتي على الذهب، وهنحافظ على بقية الحاجات التانية. دلوقتي احنا شايفين عائد أعلى شوية، وصل ل 932 ألف جنيه. فبالتالي زيادة الذهب في المحفظة زودت العائد في نفس المدة، وده طبعا احنا فاهمين ده ليه. ده بسبب الزيادات اللي حصلت في أسعار الذهب خصوصا آخر سنتين. طيب ده أسامي الصناديق اللي هو هيستثمر فيها. في عندنا في صناديق الأسهم حاجة اسمها بلتون 100، وفي صناديق الذهب حاجة اسمها بلتون سبايك، واخر حاجة اللي هو الصندوق اللي هو العائد الثابت اسمه بريق. اخر سيناريو دلوقتي انا هجربه معاكم اللي هو ازود فيه قيمة الاسهم، الاستثمار في الاسهم، واقلل تماما او الغي العائد الثابت، وهحافظ برضو على نفس قيمة القسط. هيطلع لي عائد 223%. فبالتالي السيناريو اللي انا عملته في الاخر ده هو اعلى سيناريو او اعلى عائد وصلت له في كل السيناريوهات الثلاثة، اللي هو كان 20% بس ذهب و80% اسهم. فبالتالي هنا الخلاصة ايه؟ الخلاصة ان العائد الثابت ملوش اي لازمة في ال5 سنين اللي فاتوا دول، او كانت العوائد بتاعته اقل من الذهب والاسهم.